بدنا نحكي اليوم عن الإيقاع الربع العراقي. صراحة أنا بدي أتجرأ وأحكي على إيقاع الربع العراقي لأنه كتير في مشكلة بهذا الإيقاع والله. مثل ما شايفين، خلينا هيك داخليا من بعد إذن إخواننا العراقيين. هلأ من بعد مثل ما شايفين بالسطر الأول الربع العراقي هو 2/4 معزوف هون على مرحلتين. خلينا نشوف أول سطر، بس ناخد أول سطر. تمام؟ أوكي. هلا لما بدي أعزفه بهذا الشكل، بهاي النقطة المكتوبة هيك، طبعا هذا كله اجتهاد شخصي مني أنا بالنسبة للكتابة، بالنسبة للفكرة. ممكن أكون أنا صح، ممكن ما أكون صح. العلم يعني أصدقائنا بيقدروا هن يقيموا الموضوع وفينا نتناقش بالفكرة. هلا لما بدي أعزفه بهذا الشكل، لاحظوا تمام، ما راح يعطيني هانك الربع، راح يكون قريب للهجع أكثر ما هو قريب للربع. فلذلك خلينا نكمل الفكرة ونشوف وين الموضوع بالذات عنا. خلينا ناخذ الجزء الثاني من السطر هذا الأولاني اللي مكتوب، اللي هو 2/8. تمام؟ 2/8. إذا بدي أعزفه بهاي الطريقة أنا، فأنا هون عم بقول هجع، ما عم بقول إيقاع الربع. المشكلة الحقيقية بإيقاع الربع هي إنه هو وزن بيعتمد تماماً على الإحساس الزمني، يعني الإحساس بالزمن. بدك تعتبر حالك إنه هدول العلامات عم تشتغلون على شكل كأنه التريوليه، بس العلامة الأخيرة ناقصة. يعني حرفياً هيك بالضبط، كأنه تريوليه بس العلامة الأخرانية بدها تكون ناقصة. مثل ما شايفين بآخر شق عندي بالنوطة هون مكتوب آخر شيء. أنا حاولت أكتبه بهي الطريقة، كتبته بهي الطريقة لأنه هذا أقرب شيء لأنه ينكتب بهي الطريقة، فبينعزف بهالشكل هذا. فحكينا الشطر الأخير هذا أنا حاولت نوط الإحساس بصراحة تبع العازف، يعني حاولت أكتب الإحساس تبع العازف، رغم أنه هذا الشيء هو مستحيل. فهذا الإحساس الزمني صعب أنه ينقرأ هيك بالنوطة بهذا الشكل، فلذلك لازم تكون ابن البيئة وممارس كتير بهذا الإيقاع لحتى تطلع معك الإيقاع صح. حتى أنا هلأ عم بشتغل إيقاع، أنا ماني متأكد إذا تماماً 100% الإيقاع طالع معي صح أو لا. تمام؟ فلذلك نعتمد على الشكل الأخير، آخر شكل اللي هو 2/8 اللي مؤشر عليه بمربع، إنه هذا إيقاع الربع. بعتقد هذا أقرب شيء لأنه أكتبه لينكتب بهي الطريقة هاي، مع العلم إنه أنا سألت كتير ما حدا قدر يقول لي إنه في إله نوطة أو ما إله نوطة أو لا أو إيه أو كذا. ما حدا أعطاني جواب شافي نهائيا تماما. فلذلك فنحن هيك رح يكون الإيقاع كأنك عم بتقول تريوليه آخر علامة منقوصة. طبعا هدول بعد البراتيك اللي ممكن تنشغل عليه الإيقاع بيدخل معه تركيبات كتير حلوة بباقي الآلات الإيقاعية، وبنفس الوقت آلة الخشبة آلة أساسية بهذا الإيقاع. آلة الخشبة العراقية آلة أساسية. بتمنى تكونوا وصلت الفكرة، وبتمنى الاستفادة للجميع.